السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل امتحان على الدرس الثاني، درس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، صفحة 120. يلا بينا نشوف السؤال الأول. أمامك خريطة لإحدى الهجرات في الإسلام، ادرسها جيدا ثم أجب. يعني هو جايب لنا هنا الخريطة. طيب الخريطة هنا بتوضح لنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين هاجروا من مكان واحد لرقم 2. طيب تعال نشوف. 1. منطقة خرجت منها أول هجرة للمسلمين. رقم 1 منطقة أول مرة خرج منها هجرة للمسلمين اللي هي مكة، هنقوم كاتبين مكة. رقم 2 منطقة وصلت إليها الهجرة اللي هنا اللي هي إيه؟ اللي هي الحبشة. يبقى أول مرة خرج المسلمين اللي هي الهجرة كانت من مكة إلى الحبشة. 3. حدد أسباب حدوث الهجرة. عايزنا هنا نقول إيه هي أسباب حدوث الهجرة. أسباب حدوث الهجرة هنا إيه؟ إن قريش زادت إيذائها للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. ليه؟ لأن ملكها النجاشي لا يظلم أحد. هنقوم كاتبين بسبب اشتداد. رقم 3 بسبب اشتداد إيذاء قريش للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالهجرة هم رافعين بالهجرة إلى الحبشة، لأن ملكه النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد. طيب يا مس، رقم ب. ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية؟ بدأت مرحلة المحنة والابتلاء منذ المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية. إيه هي تقييمك للمرحلة دي أو للعبارة دي؟ العبارة هنا غير صادقة. ليه؟ لأن في المرحلة الأولى كانت المرحلة السرية، ومرحلة المحنة والابتلاء بدأت من المرحلة الثانية لما ربنا أمر الرسول اللي هو خلاص الدعوة تبدأ تتنشر. هنقوم كاتبين ب العبارة غير صادق، لأن مرحلة المحنة والابتلاء بدأت من المرحلة الثانية عندما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وبدأ يدعو، ومرفعين كمان، وبدأ يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد. تمام. نشوف اللي بعده. رقم ج. ما المقصود بعامل حزن؟ يعني ايه عامل حزن؟ احنا قلناها قبل كده. طيب
ايه هو يا مس العام الحزن؟ عام الحزن اللي هو العام اللي توفت فيه زوجته السيدة خديجة، وفي نفس الوقت برضو اتوفي مين؟ عمه أبو طالب. هنقوم كاتبين رقم 1: عام الحزن هو العام الذي توفي فيه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب والسيدة خديجة زوجته، وسمي بهذا الاسم لشدة حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. تمام. رقم 2: الوحي. يعني ايه وحي؟ الوحي اللي هو اللي ربنا بينزله على الأنبياء عن طريق مين؟ سيدنا جبريل. هنقوم كاتبين ما ينزل الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. رقم 1: أي مما يلي تم خلال المرحلة الجهرية بالدعوة الإسلامية؟ عقد صلح الحديبية، إسلام زيد بن حارثة، وفاة أبي طالب، اتخاذ دار الأرقم أول مدرسة بالإسلام. إيه اللي من دول تم من خلال المرحلة الجهرية اللي هي وفاة أبي طالب؟ 2: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قلت هذه العبارة في الطائف، يثرب، مكة، الحبشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الجملة دي. طيب بس كان بيقولها فين؟ في مكة. رقم 3: تتشابه موقف قبيلة قريش مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مع موقف أهل يثرب قبيلة ثقيف حاكم الحبشة قبيلة بني سعد. موقف قريش مع موقف مين؟ هما الاتنين متشابهم في إيذائهم للرسول ورفض الدعوة الإسلامية اللي هي قبيلة ثقيف. طيب ب: حدد الأثر الناتج عن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة الترغيب التي عرضتها عليها قريش. الأثر الناتج عليها إيه بقى؟ ترتب عليها، أو الأثر الناتج إن قريش حصرت المسلمين وقطعتهم، وقاطعت كل من وقف بجوارهم من قوم، سواء من بني هاشم أو بني عبد المطلب. واستمر الحصار والمقاطعة كام سنة؟ 3 سنين. هنقوم كاتبين رقم ب: ترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم، وكل من وقف بجواره من قومه من بني هاشم وبني المطلب. طيب واستمر الحصار كام سنة؟ 3 سنين. هنقوم كاتبين واستمرت المقاطعة 3 سنوات. تمام يا مس؟ تمام. رقم ج:
دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: ظهر دور السيدة خديجة بعد إيه؟ بعد نزولها. عايزنا نقول دور السيدة خديجة بعد نزول الوحي، اللي هي عملت إيه؟ قامت بطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرته ببعض خصاله الحميدة. أخذته لابن عمها مين؟ ورقة بن نوفل، الذي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه سيكون نبي هذه الإيه؟ هذه الأمة. هنقوم كاتبين رقم ج: حيث قامت بتسكيره أو بطمأنته اللي هي بطمأنة الرسول، وذكرت أو وذكرته ببعض خصاله الحميدة. طيب وإيه كمان؟ أخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل، الذي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة. وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينجيهم وينصرهم. وكمان ما تنسوش اللي احنا نقاطع المنتجات اللي بتدعمهم. وكمان ما تنسوش تدعولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.